دكتور اجيب بريس بامب او اجيب شفاط الثدي؟ طبعا هاتيه، برشحه وبشده، وبقول لكل ام عندي لسه جايه لازم نشفط لو طبعا نقدر نشتريها. البريس بامب بتحفز افراز اللبن من الثدي. البريس بامب بتخلي عندك دايما احتياطي للدهب بتاعك. ايه الدهب ده يا دكتور؟ بص حضرتك، اللبن الام ده عباره عن دهب، بل بالعكس هو اغلى من الدهب للطفل. احنا لو دخلنا على مكان فيه دهب هناخد اللي نلبسه ولا هنقعد نعبي؟ لا، هنقعد نعمل ستورج، هنقعد نخزن. هو ده اللي بيعمله البريس بامب. حضرتك ممكن تنزلي شغل، حضرتك ممكن تسافري، حضرتك ممكن تتعبي، لو مش هتشتغلي ولا هتسافري بعد الشر ممكن نتعب. البريس بامب دايما بيخلينا عندنا ستورج، دايما مطمنين، دايما عندنا لبن. حتى لو جالنا فتره واللبن عندنا قل يبقى دايما عندي الستورج بتاعي. البريس بامب شغال، انصح بيها وبشده، بس خلي بالك الاوتوماتيك مش المانيوال. المانيوال ده عذاب للام، بنصح بالاوتوماتيك. شكرا.